بس انت هتتعبي شويه لان انت هتلفي مصر كلها. لاحظنا كده في مصر ايديك كلها بدايه. عندك استعداد تتعبي؟ قلت له تمام انا معاك وكده، وقال لي الفيلم عشان مصر وكل بقى المواقف اللي بنشوفها في الفيلم عشناها وشفناها، فاهمه؟ فانا حسيت ان انا عايزه اعمل ده، يعني عايزه اجرب ده، وبعدين مختلف تماما بقى، حجاب وعبايه ويعني انا بقول لك هو انت البطله دي، هو انت دي، فشكلك مختلف تماما يعني. نهى ما تعرضتيش بجد لمواقف محرجه وانت بتصوري؟ ولا ما صادفكيش مثلا حد ضايقكم مثلا في الشارع، حد عكسك؟ لا، حد عكسني كده؟ لا 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 خالص، بس احنا بنصور في وقت معين، يعني احنا قعدنا مثلا 5-6 ايام نصور كل المشاهد بتاعتي. فكنا بنصور في وقت من 5 الصبح 5 الفجر، فيعني عشت بقى حاجات كتير انا ما شفتهاش اصلا. شفت حاجات كتير فعلا انا ما كنتش شايفاها، يعني فاهم، يعني في الواقع. فبس كنت مبسوطه جدا جدا يعني وانا بصور وبتاع، تعبت طبعا جدا بس مبسوطه. لا، عايزه اقول لك احنا بعد ما شفنا الجزء ده كمان احنا كمان انبسطنا جدا من القيم والاخلاق اللي انتوا بتعملوها وبتوروها للناس كمان عشان يتعلموها. ده يخليني يا بديع برضو اكلمك عن ليه بداتوا بجمله احنا بمصر جديده ولكن بقيم واخلاق مصر القديمه. ده سامح انتوا الاثنين اكيد معايا. يعني هو في الحقيقه دي جمله سامح يعني. سامح تعب جدا في البروجكت ده. بجد كان وان مان شو، يعني فكره ان انت تنزلي تصوري كل حاجه يعني. تنزلي تصوري بكاميرا واحده معرضه لمضايقات الشارع. طبعا احنا بلدنا فيها يعني شويه التفاصيل اللي حاصله اليومين دول مش مخليه اي حد عادي بكاميرا يصور في الشارع. ثقافات مختلفه تماما، وكل واحد يقول لك انت تبع مش عارف ايه وحاجات وبتاع. ايوه كانوا بيشوفوني بيخافوا. يعني في ناس قالتهم انتوا الجزيره ولا ايه؟ لا بقى مقلقه دلوقتي الجزيره وانا محمد بديع، فالموضوع يعني رسمي. فالحمد لله يعني. قعدنا في المونتاج يومين تقريبا مونتاج. ايه الصعوبات بقى اللي واجهتك؟ كان دلوقتي سامح بيقول لنا لا تعب قوي محمد بديع في المونتاج. فرق الوقت تصوير يعني احنا فتره التصوير بتاعت سامح كانت من 5 الصبح ل2 الظهر. ففكره ان انت تشوفي كل السيكونسات، ان مش هيبقى عندك مشكله في ان لا ده متصور الفجر وده متصور الظهر. دي كانت مشكله فظيعه، بس الحمد لله يعني ايه اللي انت حبيت تضيفه للعمل بتاعك وانت بقى راجل مونتير؟ يعني ايه اللي انت حبيت تضيفه في التاتش بتاعك، طبعا بجانب سامح معاك بفكره الاختلاف؟ اتفقت انا وسامح على فكره المونتاج المتوازي في الفيلم. يمكن يعني دي قاعده من قواعد المونتاج المهمه، يعني اللي بس احنا ما فيش حد في مصر راح لها يعني بصياعه زي ما بيقولوا يعني. يعني فكره ان انت تربط كذا حدث في يعني الراجل دخل عشان يصلي ما لقاش جزمته، هنلاقيه بقى في اخر الفيلم خارج من الجامع مش لاقي جزمه، يعني ربط الاحداث ببعضها. وده يعني ساعدني جامد ان سامح بجد زي ما بقول لك تعب جدا في الماتيريال ولم ماتيريال كتير جدا، اللي خلاني اعرف اروح بين الحاجات. طيب سامح، انت تعبت طبعا، وكل الافكار دي وافكار كتير جدا ومشاكل كتير جدا ناقشتها في المجتمع المصري من خلال فيلمك، ازاي قدرت تجمع ده كله في فيلم واحد؟ لا هو يعني انا بالعكس، هو كنا ممكن نقدر نجمع اكتر من كده كمان. و9 دقائق ده صعب جدا. لا وان شاء الله هنعمل جزء تاني برضو بقيه السلبيات، لان السلبيات ما خلصتش يعني. بس هو الفكره ان انا يعني بجد مش يعني انا يعني الناس اللي انا اخترتهم وابطال الفيلم والممثلين فعلا ناس انا يعني ما شفتش كده. يعني بيحبوا الشغل جدا وحابين الفكره جدا وضحوا جدا واتعرضوا طبعا لمضايقات في الشارع، لان احنا كنا بنصور في الشوارع، يعني في الشوارع احنا صورنا مثلا في الحسين وفي العتبه وفي خصوصا كمان معكش كرو كبير، يعني معكش حد ممكن يوقف لك الطريق، حد يقول للناس انتوا منكم بعض كده، يعني كلها اصحاب في بعض. بالظبط طبعا. كاميرا واحده. طب اقول لكم على حاجه، تيجي نشوف الجزء الثاني من الفيلم؟ يلا بينا. بقول لك يا ابو الشباب معلش والنبي ايدك معايا يا عم، انا عايز اللي يزقني. اي خدمه يا باشا. انت جدع قوي على فكره. ده العادي بتاعي. ابو الشباب مش عايز اي مساعده ولا حاجه؟ تشكر يا عمو، انا الحاجات دي بشتريها من اي كشك من اي محل ب5 جنيه، انت عايز تديها لي ب8 ليه؟ عمو هو كده
اسالي عني، انا بقلة السياحي. يعني ايه هي بلطجه؟ لا انت هتبقلي معايا، يلا من هنا مش هبيعلك. في ايه المشكله؟ المشكله ان هو بيديني الحاجات ب8 وهي ب5. صباح الخير يا نجمه. بس ده عيب، مفيش مصري بيغش. عشانك انتي ادهم لها ببلاش. والله. وببلاش ليه؟ انت كمان لازم تاخد حقك. مش في انتخابات اتحاد الطلبة؟ بصراحة يا دكتور أنا مقاطع، لأني كلهم أو أغلبهم عايزين واحد وأنا مش راضي عنه وشايف إنه ما ينفعش. يا سلام، الديمقراطية يا سيدي إنك تحترم رأي الآخر بقدر ما بتحترم رأيك. لا دول رجاله مش كده. يا تحنفخك يا تغور لعرقابك. انت تعرقبني يا رجاله، مش كده. صلوا على النبي، الكلام اخده عطا عليه الصلاة والسلام. مش من الجدعنه انك ترفع السلاح على ابن بلدك انت وهو. تعالى ربنا يكرمك. ايه يا موز؟ ايه يا جميل؟ ايه يا عسل؟ بطل تقل بقى. ايوه بقى. لو تعرفوا قيمتكم عمركم ما تعملوا كده. أنت مش جالك عقد عمل بره؟ الله يرحمها مشيت على التراب ده. ما انت اللي زيك لازم يتوه الأيام دي. مادة 8. يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون. مش لاقية جملة مفيدة توصف ملامحها اللي دبلوا في كلمتين، في العقدة متعقيدة مطلعة روحها وتايهة تسأل مين. مش لاقية جملة مفيدة توصف ملامحها اللي دبلوا. هايل جدا. ويمكن كمان سمية هي اللي مغنية تتر الفيلم، صح؟ هي اللي مغنيه اغنيه الفيلم، كان نفسنا نسمعها طبعا يعني عشان احنا كمان نستمتع بيكم اكتر نتكلم معاكم يعني نستغلكم معانا اطول وقت إيهاب ممكن. عبد الواحد طبعا بنوجه له تحيه من هنا طبعا. طبعا احنا بنشكر يعني سمية وإيهاب عبد الواحد لان هم بذلوا مجهود، ومحمد سرحان الشاعر جدا طبعا يعني بذلوا مجهود خرافي برضه. سامح، عايزين نتكلم عن فكره ان انت قدمت اكتر من رساله في الفيلم. هل الاحسن او الافضل ان انت كنت تقدم رساله واحده بس في الفيلم علشان توجهها للمشاهد علشان يستفاد منها ويحاول ان هو يحل المشكله دي، ولا الاحسن ان انت زي ما انت عرضت في الفيلم اكتر من رساله وعلى المتلقي ان هو يساهم في حل المشكلات دي؟ هو يعني كان انا الموضوع انا عملته بشكل بسيط جدا، بحيث ان انا عايز اقول البطل هنا صاحب المشكله، فكل واحد عنده مشكله في المجتمع او بيعمل نفس المشكله دي كل يوم في المجتمع، فهو لما يشوف النجم اللي بيحبه او الممثل اللي بيحبه بيوجه له رساله، هيبقى ممكن يعني يفكر في الموضوع بشكل مختلف. ده جزء. الجزء الثاني في حاجات انا يعني مش هينفع غير ان اقول انا شفت كده. يعني بس يعني الشوط مثلا بتاع الدستور انا شفت كده، شفت واحد بيقرا دستور وجنبه واحد مش لاقي ياكل على الارض، مش هقول غير كده. يعني ركزوا، المجتمع لازم يركز في ان احنا عندنا مشاكل، عندنا ناس جعانه، عندنا ناس مش لاقيه تاكل، عندنا بطاله بالعافيه. يعني في ناس بتشوف واحد بيشحت
وهو بيتبلطج. يعني عندنا ناس افعال تصرفات في ضرب مخدرات في الشارع، عيني عينك، ده حاجات دخيله على المجتمع المصري. بقت اسمها الدواليب يعني. يعني مؤخرا انا عرفت المصطلح ده. فالدولاب ده هو المكان اللي بيبيع فيه المخدرات في اماكن كتير. ده مظبوط. لا مش بس بيشربوا كمان مخدرات. الفكره ان انت ان الشباب بتشرب مخدرات بشكل علني علني يعني كمان. يعني كان زمان لما تبقى في منطقه مثلا شعبيه فانت خايف من الكبير. النظريه دي اتكسرت، ما بقاش فيه فكره ان انت خايف من الكبير علشان وفكره ان البنت تبقى بتعكس الولد بالظبط مثلا. شفناها يعني دي ظواهر سلبيه في مصر مضايقاني، وهي دخيله على المجتمع المصري بالظبط. لان ما كانتش موجوده. هي انت بترجع تاني الاصل بتاعنا على فكره. تمام. وبفكر الناس بينا، يعني بفكرنا بينا علشان الحاجات الداخليه دي نقدر نموتها. ما نفضلش طول الوقت بنقول مصر الشهامه ونلاقي بنت بتتثبت والناس واقفين يتفرجوا. مصر اللي مش عارف ايه في الاغاني الوطنيه والحاجات. لا، مصر فيها شهامه وفيها رجوله وفيها وطنيه، بس فيها بنت بتتثبت ومحدش بيتكلم. ننقل صوره واقعيه بقى. المشهد الحقيقي من الشارع. دي حاجات اوريدي. يعني مفيش حاجه في الفيلم ده انا ما شفتهاش. يعني كل حاجه في الفيلم ده انا للتغيرات على مدار السنين اللي احنا عشناها، التغيرات اللي حصلت على المجتمع المصري وعلى الافراد كمان في المجتمع المصري. يعني احنا كنا بنتكلم على الشهامه دي، لو اي حد نزل 100 واحد هيحميها، يعني مش 100 واحد هيعكسها او يتحرش بيها. نهى، ايه اللي استفدتيه بقى بمشاركتك وسط كل الكم الهائل ده من النجوم الشباب او النجوم العظام اللي احنا شفناهم في الفيلم؟ بصي، يعني ده كان شرف ليا طبعا ان انا اشتغل مع استاذ سامح ومع كل النجوم. يعني تعبوا كلهم وعملوا مجهود خرافي. ورساله بقى ان يعني المفروض الناس تعرف ان مصر تايهه فعلا. يعني هي مصر تايهه فعلا، يعني تايهه بجد، تايهه مش عارفه تروح فين. مش مساله عنوان بس، مساله ان انا عديت على كل المواقف السلبيه اللي بتحصل دي، فانا مش عارفه في ايه. يعني ازاي؟ طب انا هوصل امتى؟ هنحلها ازاي؟ طب انا يعني الدنيا هتتحل ازاي؟ الموضوع فين؟ يا ريت نصلح من ده. ايه اكتر حاجه خوفتك من المواقف دي كلها؟ اكتر حاجه خوفتني، لا انا ما خفتش من حاجه قد ما انا خفت في الاخر لما اتفرجت في المونتاج. لا انا اقصد يعني كواحده عاديه، مش واحده مثلت في الفيلم، يعني واحده بتتفرج كده كمشاهد. ايه اكتر حاجه ممكن قلقتك وخفتي منها؟ خفت من ان الناس ما تصدقش ان دي نهى. ده واقعنا. ودي اللي طلع من نهى. يعني التمثيل والاحساس يعني طول الوقت انا بمثل، انا ما بتكلمش. يعني انا ما بتكلمش خالص. يعني انا بقول لسامح واحنا بنصور انا هتكلم امتى؟ انا هتكلم امتى؟ قال لي بس اعملي زي ما قلت لك بس. فاللي هو الموضوع كله احساس بس مش اكتر. بس الحمد لله تمام. وشايفه ده اصعب؟ ده طبعا صعب جدا. ما هو ده اللي خوفني يعني هو ده رد الفعل من الناس اللي يخوفني، ان انا كنت مستنيه رد فعل الناس. سامح، انت قلت لنا ان في جزء تاني من الفيلم. هتعملوا بقى كام دقيقه وامتى هينزل؟ هيبقى بنفس تايم الفيلم وهبدا فيه قريب ان شاء الله. بس انا بحاول اجمع برضو بقيه السلبيات، لان في اصدقائي فنانين كتير جدا يعني تحمسوا الفكره وكلموني. هيبقوا بنفس الفنانين ولا بفنانين بقى تانيين؟ بفنانين تانيين. وبنستعرض برضو بقيه السلبيات. يعني انا قلت يعني نعمل حاجه يبقى لينا، يعني احنا شغالين اوريدي كفنانين ولينا اعمال، فقلنا احنا نعمل حاجه يعني لمصر، مش هدفها اي حاجه. ويعني مثلا الفيلم دوت من حقكم تعرضوه وقت ما تحبوا. احنا عاملينه اهداء لكل القنوات. اي حد شايف ان مصر فيها مشاكل يعرض الفيلم دوت. مش هدفه فيلم. يعني انا يعني حد كان بيسالني امبارح على الهوا بيقول لي يعني انت ليه ما اتجهتش للافلام التجاريه واول فيلم ليك؟ قلت له انا مش عامل الفيلم علشان هدف الفيلم، يعني عشان ابقى عملت فيلم. يعني احنا شفنا بس نفس المضمون او نفس الفكره دي عملتها ساندرا نشأت مثلا، المخرجه الجميله، لما عملت الفيلم بتاعها الشهير قبل الدستور. ايوه بس هتروح الاستفتاء؟ هتروح الاستفتاء ولا مش هتروح؟ فهل هيبقى دي الفكره السائده او ده المضمون السائد في الفتره اللي جايه، سواء من الفنانين او المخرجين، ان انتوا تعملوا نفس المضمون ده او نفس الافكار دي في الافلام بتاعتكم؟ طبعا انا شايف ان اي حد بياخد الكاميرا بتاعته بينزل حقيقة يعمل حاجه لمصر، ده شيء كويس جدا جدا. وانا مش هينفع انا ابقى المخرج وقاعد اشكر في الممثلين واشكر مش عارف ايه. هو الفيلم باين والناس تعبت فيه. الفرق اللي ما بيننا بس وما بين ساندرا، هو طبعا يعني ساندرا مخرجه عالميه ومن اساتذتنا كلنا طبعا. بس الفكره ان كانت ساندرا عامله حاجه عن السياسه، عن الدستور، لكن انتوا احنا عاملين الشارع. لا انا قصدي التيمه دي، يعني التيمه دي الحاجات دي نفسها بتبقى الواقعيه، هي دي اللي بننقلها بس بشكل مختلف.
انما سامح يعني معلش برضو عايز اعرف منك، انت راجل يعني مخرج صاعد ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه كان نشوفك يعني موجود بافلام تجاريه برضو. شايف حاله السينما المصريه اخبارها ايه؟ بتفكر تعمل ايه اللي بتفكر تطوره؟ لا والله انا يعني يعني بحضر لمشروع كده ان شاء الله هيبقى يعني مشروع مختلف. انا شايف ان احنا لازم نبقى بنقولنا، يعني لازم نبقى بنقول مشاكلنا احنا، ما نبقاش يعني في السينما ما نبقاش يعني اسمها ايه متأمرك يعني ما تبقاش بتعمل حاجات يعني فيها يعني انت عندك مشاكل كبيره جدا وعندك تراث وعندك مواضيع خاصه بيك مهمه جدا وسريه جدا تقدر تبهر بيها العالم. وانا شايف ان دور الفن مهم جدا اليومين دول قوي للمجتمع المصري. ان شاء الله بالتوفيق يا رب، ونشوفكم كده في اعمال كثيره في الفتره القادمه ان شاء الله. بنشكرك جدا سامح بسيوني مخرج العمل فيلم طبعا مصر الجديده، ومحمد بديع مونتير فيلم مصر الجديده، وطبعا نهى عادل بطله الفيلم. انا ممكن بس يعني اشكر ناس يعني تعبت معانا جدا ووراء الكواليس، منهم طبعا المنتج محمود بركه اللي سمح لنا ان احنا نمنتج في الوحدات بتاعته، جاسر خورشيد وشركته طبعا المكسير، ايهاب عبد الواحد وسميه طبعا اللي نورونا واضافوا لنا كتير، طبعا كل النجوم اللي شرفونا اضافه لينا وحاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، وشكرا ليكم طبعا. شكرا ليكم جدا جدا جدا. لا زي ما انت رايح فين يا جماعه خليكم على لسه مكملين فقرات في عز الشباب، والفقره اللي جايه هتكون مع الفائزين في مسابقه حضانات الاعمال بالجامعه الامريكيه. خليكم معانا.